اتصل بيك هو؟ قال راح اتصل بلواء ابراهيم. المهم مشي معاملاتهم وسهل. هم هذول الخمس تجار شغلهم مرتب وبدون هوسه وشغلهم ثابت. انا متعامل وياهم من زمان وشغلاتهم بسيطه وما ليها مشاكل وفلوسهم خشنه. اعتمدهم. هذول بالذات اعتمدهم ومشي كل شغلهم، حتى لو اكو مخالفات ما دام يدفعون لا تفتح باب على نفسك. لا على نفسك لا تفتح باب على نفسك ويا غيرهم. لان العيون علينا مفتوحه، فاحذر من الخطا وضبط امورك ويا مدراء المنافذ وضباطك بالبحث. مو بنهايه الشهر اتصل بيك تقول لي الامور بعدني ما جاهزه. لان كلهم يعرفون الشغل وبلغهم اكو راس الشهر مبالغ لازم توصل للفوق. انا اعرف عربي انت برا، بس مع ذلك اكد عليهم. ولا تاخذ الضغط وياهم بالكلام، خاصه بالتليفون. اللي عنده شيء يجيك لمقر الهيئه ووجه لوجه يسولف وياك. ممتاز. وهذا وجهه يخلي يرتب الامور ويا جماعه الزيوت اللي قلت لك عليهم حتى تتوجه الامور عندك. بلغته؟ زين. زين. ايه وصلتني. ايه شبته الاستاذ شبته. مو مشكله. ابراهيم راح يخابرك هذا الولد اللي فهمتك على الموضوع. وطيب رقمك وقلت له تواصل ويا ابراهيم. عاش ايدك. حتى يمرون يمك وتتقون. ايه هو راح يمر يمك وتتقون وبلغ رابط البحث مال القصد انه يتواصل ويا هذا الشخص فقط. ايه بعد ما يتصل بيك ودز الرقم حتى يكونون على تواصل. ايه اجراء. ايه اجراء طبيعي، دخل السونار واجراءات كامله، بس يدقق لا على الاجازات وخلي يسهل الامر بدون ما يدقق. انت فهمت على الشغل والتفاصيل مثل ما فهمتك؟ ايه جيد. ايه يعني كميات والنوعيات لا يدقق. اجراءات شكليه ويطلع البرادات. اليوم عندهم 6 سيارات مباشر، يمكن 6 أو 7 كلها ادويه. يعني طبعا هم مرتبين امورهم بكل الجهات وراح تجي معامله كامله يختم عليها ويخرجها. وفهمه مثل ما فهمت، لا ينزل كميات ولا يدقق على تفاصيل الاجازه ولا يدخلها بالنظام. عاش ايدك. عاش ايدك، منطيني خبر من تطلع السياره. عاش ايدك. اقول لك ابراهيم هذا كلام الحكومه. انت قاعد مقابله متهم لو شنو؟ وهو قاعد يستجوبك ويستفزك بالكلام. اخي هو مبين من كلامه جاي مدفوع ويريد باي طريقه يحصل اي زله عليه. وانت تقول له ما حد يقدر يسيطر على المنافذ واذا 60 او 70% كل زين. هذا كلامك ابدا ما مقبول. ابراهيم اخويا واذا يسال ليش ما تعملوا دفاع؟ هو حش ما يعرف يمشي هذا القول. الله يكلم. وقاعد يستجوبك ووجه لك اتهام وجاي يقول لك احنا نعرف ونسمع انه فريق سامي هو يتحكم بالمنافذ من شمال الجنوب. اي ما قال اي ما قال فريق سامي، قال لك المستشار وانت ترد عليه رد دبلوماسي وطريقه ردك واردة تبين انه كلامه صحيح. اخوي ترد بشكل خاطر وطريقه قويه. يقول لك باللطيني اثبات انه هذا الكلام صحيح. وشو يعني ولا موجود بالهيئه، انا مستشار رئيس وزراء المنافذ وهذا من ضمن واجباتي. لا ابراهيم اليوم ابدا ما كنت موافق كل شيء. اي والله. ما بقى بس تنظيم هوامش مالتي وتشوف الواتساب اللي بيني وبينك. صلاح شيء تفاوت ويعرف المقابل انه يكون موقفه ضعيف شلون يمشي وياه. كل شيء ما عنده خليه يدز عليه ويستجوبك كل شيء ما عنده. يا معود صلاح العام اخوه احتمال ضد يبوظ تنازل حتى يطلعه ويسد الموضوع. ما بقى كندره مره.